انت بتعصي ربنا ليه؟ وانتي بتعصي ربنا ليه؟ يعني هل انت عايز تدخل جهنم؟ هل انت بتحبي النار؟ بتعشقيها؟ نفسك فيها؟ هل انت نفسك في العذاب ومالك والزبانية والصديد والقيح والماء كالمهل وشجرة الزقوم؟ نفسك في ده؟ هل انت نفسك في مقطعات من حديد وزبانية يضربون بمرزبة إذا ضرب بها جبل لصار مفتتا؟ طبعا لا، طبعا لا. امال بتعصي ربنا ليه؟ ليه بتعصي ربنا؟ ايه السبب؟ ايه العلة؟ الشيطان؟ مش دايما الشيطان. نعم الشيطان الرجيم عياذا بالله منه سبب بلاوي كتيرة، بس مش دايما. ده في آفة أخطر من الشيطان، النفس. طب ازاي أنجو من النفس؟ اسمع قول ربك الجليل سبحانه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إن النفس لأمارة، كثيرة الأمر، مش آمرة، أمارة، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ولذلك رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي اللي تنجيك من نفسك. رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي اللي تنجيك من الشيطان. رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي اللي تنجيك من الخسارة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الرحمة عصمة، عصمة. يعني إذا أردت أن يعصمك ربك فاطلب منه رحمة. ويا سلام لو ربنا يرحمك رحمة خاصة يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اسمعها تاني، اسمعها تاني. يختص برحمته من يشاء. مش أي حد. يا ترى أنت منهم ولا منهم؟ التزكية رحمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. رحمة حقيقية أن يرحمك الله فيزكيك. عارفين التزكية يعني إيه؟ التزكية تحمل معنيين اثنين: النماء والتطهير، أو سميها صح التطهير والنماء. فالتزكية إنك أنت تطهر قلبك، تطهر نفسك، تطهر عقلك ودماغك، تطهر ماضيك، تتخلص من الوحش كله وتنمي الحلو كله. الإنسان في خير وشر. فالتزكية تطهير ونماء. تطهير إن أنت تطهر الوحش، ونماء تنمي الحلو. كل إنسان فيه جانب الخير وجانب الشر. كل إنسان، كل بشر فينا في خير وشر، في جوانب مضيئة ساطعة طيبة في حياته، وجوانب رديئة معاصي وذنوب واخلاق وطباع رديئة في نفسه. محتاج ان هو يطهر الوحش وينمي الحلو. هي دي قضية التزكية. هي دي القضية التي بعث الانبياء من اجلها بعد التوحيد. بعد التوحيد